اهلا بحضراتكم. دكتور عمرو السامي، استشاري امراض البطنه والكلى. كنت عايز اكلم حضراتكم النهارده عن امراض الكلى وشهر رمضان. في سؤال دايما ننسأله كاطباء كلى: مين يصوم في شهر رمضان ومين ما يصومش بالنسبه لمرضى الكلى؟ بالنسبه لمرضى الكلى اللي عندهم قصور كلوي، يعني وظائف الكليه بتاعتهم الكرياتين اكتر من 2، بنقول لهم ما تصوموش. طب افرض المريض صام، بنقول له عيد وظائف الكلى بعد اسبوع ل10 ايام من الصيام. لو وظائف الكلى زادت اكتر من 25% من الرينج بتاعهم، بنقول لهم يبطلوا صيام. تاني مجموعه الناس اللي عندها حصوات بصفه مستمره، او الناس اللي بتعاني من امراض مناعيه مثلا زي الذئبه الحمراء او بتاخد علاج مناعي لزرع الكلى، بننصحهم ما يصوموش. النقطة التانية، لو المريض صام دايما بنقول له اشرب سوائل كتير، حوالي 2-3 لتر في اليوم، ويتابع الطبيب بتاعه عشان تظبيط الأدوية المناعية وأدوية الكلى. آخر جزء بالنسبة لمرضى الكلى، بننصحهم ما يكسروش في الأطعمة اللي مليانة بوتاسيوم زي التمر وزي الخشاف وزي عرق سوس وزي الفاكهة، وبالأخص إن الحاجات دي الناس بتستعملها كتير في رمضان. استنونا في موضوعات طبية جديدة مع كلينيدو.